الله عز وجل حينما سئل من الذي أدبك يا رسول الله؟ فقال أدبني ربي فأحسن تأديبي. حينما تركته أمه آمنة في الصحراء عند حليمة التي أرضعته، حينما شب عمل في رعي الغنم. وهذا مثال لجميع أطفال الدنيا، ولنا جميعا يجب أن ندرب أولادنا على العمل منذ الصغر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل في رعي الغنم، يرعى الغنم لحليمة في الصحراء، وكان بركة، وهو الذي قال ما من نبي قبلي إلا ورعى الغنم. جميع الأنبياء من لدن آدم إلى خاتمهم عيسى جميعا رعوا الغنم. والعلة في ذلك أن الذي يرعى الغنم قادر على أن يرعى أمه. لا تستغربوا في هذا الكلام، لأن رعي الغنم يحتاج إلى حنكة وإلى سياسة وإلى ريادة. والنبي يرسل إلى أمة ليكون قائدا وليكون سياسيا وليكون رياديا، ولذلك يعمل في رعي الغنم لكي يتعلم الصبر ويتعلم الجلد ويتعلم حسن الريادة. ولذلك ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في طفولته، فلم يلهم مثل له الفتيان ولم يلعب مثل لعب الصبيان. وهو الذي قال في واصفا نفسه وهو في سباه وطفولته، قال كانت هناك ليلة عرس وأردت أن أذهب مع الصبية، وكان في الجاهلية ليالي العرس يقيمون لها حفلات يشربون فيها الخمر وترقص النساء، وكان الشباب يذهبون والصبيان يذهبون إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى ليلة العرس كي أشاهد مثل ما يشاهد الصبيان، فإذا أنا في الطريق فإذا بلاكم يلكمني من على رأسي، فوقعت ولم أذهب إلى العرس ولم أستيقظ إلا على حرارة الشمس في الصباح. صلى الله وسلم. من الذي أدب رسول الله؟ ومن الذي حفظه؟ ومن الذي علمه؟ اختاره الله أميا وعلمه ففاق في علمه من خط بالقلم. وحينما اشتد عوده عمل بالتجارة لصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله مشهودا له، كان رسول الله مشهودا له قبل البعثة بالصادق الأمين. كان يعمل في التجارة مع عمه. انظروا أيها الشباب العاطلون الذين تتركون العمل وتتحدثون بحجج واهية. أيها الشاب، الله أعطى لك ثروة عظيمة لا تقدر أن تشتريها بأي مال، ثروة وهي القوة وهي الفتوة وهي الشباب. ولذلك أنت أغلى شيء خلقه الله في الوجود. والدليل على ذلك حينما ذهب رجل إلى سيدنا إبراهيم بن أدهم يشكو له ضيق العيش، فقير، شاب فقير، فأراد أن يعلمه بنعمة الله عليه، فقال له يا هذا، يا من تريد مالا وأنت متكاسل عن العمل، أتعطيني عينيك وأعطيك 10,000 دينار؟ فقال له وبأي شيء أبصر؟ فقال له أتعطيني أذنيك وأعطيك 10,000 دينار؟ فقال له وبأي شيء أسمع؟ فقال له أتعطيني يديك وأعطيك 10,000 دينار؟ قال له وبأي شيء أبطش؟ قال له أتعطيني عقلك
قال له أتعطيني رجليك وأعطيك 10,000 دينار؟ قال له وعلى أي شيء أسعى؟ فوقف مليا وقال له يا هذا أراد أن يعدد له نعم الله عليه. نسأل الله أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا يا رب. وقف مليا وقال له أيها الشاب لقد وهبك الله منحا وأعراضا وجوارحا بآلاف كثيرة وتشكو رب الناس للناس، اذهب يا هذا فاعمل. ولذلك رسول الله كان يعمل في التجارة مع عمه، وكان من إرهاصات النبوة عليه صلى الله عليه وسلم أنه كانت تضلله الغمامة. والله هذا قبل أن يبعث الحبيب محمد. في أي مكان يذهب رسول الله في جبال مكة شديدة الحرارة كانت الغمامة تضلله، وكان رسول الله قبل البعثة ما يمر على حجر ولا شجر إلا وحياه وقال له السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله من صدقه وأمانته، وأنتم تعلمون أن الله أعطى الجمال كله للحبيب، وأعطى القوة كلها للحبيب، وأعطى الوسامة والرشاقة كلها للحبيب. وأجمل منك لم تلطرت عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عين كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم. ورغم هذا العطاء الإلهي نجد رسول الله يستخدم هذه القوة وهذا الجمال، يستخدمه في العمل. كان يعمل في التجارة مع عمه، وكان حينما ينزل إلى السوق كان الجميع يذهب فيشتري من رسول الله محمد، يشتري منه. كانت التجار لا تبيع إلا بعد أن ينتهي رسول الله من تجارته. لماذا أيها الموحدون لله، أيها المصلون على الحبيب محمد بصدق الحبيب وأمانته؟ حتى سمعت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، سمعت عن رسول الله عن صدقه وسمعت عن أمانته، فهي التي أرسلت إليه وعرضت على سيدنا رسول الله، عرضت عليه بأن يتزوج منها لصدقه وأمانته. وكان التجار من مكة كانوا يتمنون أن ينالوا رضا خديجة بنت خويلد لسعة مالها ولوفرة مالها، فكان الكل يتمنى. وكانت سيدة ليست ككل النساء، لأن النبي قال في شأنها كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، عد منهم السيدة خديجة بنت خويلد، آسية امرأة فرعون، ومريم البتول، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البطلة التي كانت عونا للحبيب محمد في بداية دعوته، واسته حين قطعه الناس، وأعطته مالها حين حرمه الناس، وهي التي قالت والله لن يخزيك الله أبدا. كانت ذكية وانتهى الذكاء. لما نزل الوحي على الحبيب محمد في عنوان كده، عاوزك تصحى معايا وتقدم للإمام محمود الله. عنوان يقول لك خديجة تختبر جبريل. اصحى معايا، خديجة تختبر جبريل. ازاي؟ لما نزل الوحي على سيدنا النبي وذهب إليها بعد أن تزوجها وقال لها زملوني زملوني، كان النبي يروح لغار حراء ويروح عارف الغار في قمة الجبل، وكان يطلبها بالشهر وهي صابرة لأنها من شدة ذكائها تعلم من هو رسول الله قبل أن ينزل عليه الوحي. فلما نزل عليه الوحي راح قال لها زملوني زملوني
اجلس. فجلس رسول الله على حجرها، وخديجة أظهرت صدرها ونظرت، فقالت له: يا محمد، هل رأيت جبريل؟ انظر أيها الموحد لله، لأن الملائكة لا يراها إلا الأنبياء. هل رأيت جبريل؟ حينما أظهرت صدرها قال لها: لا. قالت له: هذا هو الوحي. قال لها: لما؟ قالت: لأنه اختفى، لأن الملائكة لا يطلعون على عورات النساء. فعلمت بأن هذا هو الوحي من الله عز وجل. فتاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مالها وهو صبي وهو شاب، وتزوجها وهو عنده 25 عاما. 25 عاما، ورسول الله ينزل عليه الوحي. وكان مثلا رائعا في نشر الدعوة الإسلامية، مثال رائع للعالم. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. ربنا قال لك: فامشوا، اعمل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. النبي عليه الصلاة والسلام خاض في الإسلام أكثر من 27 معركة في مدة 23 عاما. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكسل لحظة واحدة حتى عن عبادة الله، رغم المسؤوليات التي ألقيت على كاهله تنوب بحملها الجبال. نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتولى وقت. الله مدحه وقال له: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. ده مثل رائع للريادة. قاد أمة بأسرها. ورسول الله حينما ذهب وكانت حياته كلها كفاح، وكلها عمل، وهو الذي حينما ذهب من مكة إلى المدينة حمل الصخر على كتفيه وبنى أول مسجد في الإسلام، حتى قالت الصحابة: لئن قعدنا والرسول يعمل لكان منا العمل المضلل. وذهب إليه